الفخار. نبي نتكلم عن هذا الخلق، هذه طبيعة هذا الخلق، كيفية هذا الخلق لسيدنا آدم عليه السلام. نعم. الله سبحانه وتعالى عظم شأن هذه القضية. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إن إيش قال؟ إذ قال فيش الآية هذه؟ إن يوحى إلي. إيش الآية؟ يقول الله سبحانه وتعالى إن هو إلا نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إذ قال ربك إني خالق بشرا من طين. هذه القضية النبأ العظيم هذا الخبر إني خالق بشرا من طين. فإذا قضية الخلق آدم وبداية هذا النوع الإنساني في هذا الوجود نبأ، قضية عظيمة ونبأ عظيم جدا. لكن الله سبحانه وتعالى قال يعني أشار إلى إعراض الناس عن هذا. أنتم عنه معرضون. لا تعرضوا عن هذا النبأ العظيم، تنبهوا. فإذا نحن الآن سنتكلم عن إيش؟ نبأ عظيم. سنتكلم عن النبأ العظيم، وهي قضية ماذا؟ هي قضية خلقنا. قضية خلقنا قضية عظيمة ونبأ عظيم ينبغي للإنسان أن يتنبه له. نعم. ولذلك كما قلنا لما كان هذا الأمر عظيم بينه الله سبحانه وتعالى لنا كيف خلق آدم، فتكررت الآيات الكثيرة أنه خلقه من تراب، أنه خلقه من طين، خلقه من صلصال كالحمأ المسنون. هناك في سورة من صلصال كالفخار. هناك في سورة السجدة مثلا يقول في سورة السجدة إيش قال؟ الآن مع تنقلنا في السور من سورة إلى سورة أحيانا تغيب، لكن لا بد من ذكر النصوص لأن ذلك أبرك. مثلا في سورة السجدة يقول سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. فذكر قضية البداية، بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه. نعم. فإذا هذا عندنا في القرآن بيان لقضية الخلقية الأولى للبشرية الآدمية، وعندنا قضية للخلق الآخر وهو التناسل الآدمي. فبين الله سبحانه وتعالى لنا أطوار خلق آدم من الطين، وبين لنا أطوار خلق الإنسان في بطن أمه. عجيب. إذن بين الله تعالى لنا أن آدم خلق ابتداء من طين، صار هذا الطين حمأ مسنون، ثم هذا الحمأ المسنون صار صلصال كالفخار، ثم هذا الصلصال كالفخار استحال بعد ذلك جسدا من لحم ودم، ثم نفخ الله سبحانه وتعالى فيه الروح. إذن هذا تدرج التكوين الآدمي الأول في العنصر. من بعد ذلك صار خلق آدم صار عبارة عن نطفة. هذه النطفة كما هناك في الآية الأخرى، إيش قال؟ قال من ثم جعل النطفة علقة فجعل العلقة مضغة فجعل المضغة عظاما ثم أنشأه ثم كسونا العظام لحما إلى آخر ذلك من التفصيل، وهي التي سميت بأطوار خلق الإنسان في بطن أمه. نعم. وجاءت في كثير من آيات القرآن. يبدأ بنطفة، ثم النطفة تتحول إلى علقة، ثم العلقة تتحول إلى مضغة، والمضغة تصير بعد ذلك عظاما، ثم تكسى العظام لحم، ثم بعد ذلك تنفخ فيه هذه الروح. إذن آدم تدرج في حالة طينية إلى أن نفخت فيه الروح. ولأجل هذا الأطوار الابتدائية لآدم صار لكل آدمي أطوار كذلك. تلك 7 أطوار وهذه 7 أطوار. يتطور الإنسان من حالة النطفة
بهذا التدريج الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، وهو تشريحيا الآن تماما كما هو موصوف في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا التدرج وهذه الأطوار هل هي نظرية التطور التي سميت بهذا أو هي غير ذلك؟ يعني هناك إشكال كبير. نعم، القرآن يصرح بصراحة كاملة لفظية على كيفية خلق على كيفية خلق آدم بهذه الطريقة بأنه ابتداء خلق من طين، ولم يذكر الحق سبحانه وتعالى مرحلة وسطية، أنه مثلا كما مثلا يقولون أن بداية هذا الكون بالانفجار العظيم، وأن بعد ذلك كان هذا الكون كون سديم ثم تكثف وصارت هناك حرارة هائلة ما أدري كم مليار درجة فهرنهايت أو مئوية، ثم صارت هذه الكويكبات والنجوم وتكثفت الأرض، ثم مرت بهذه المرحلة التاريخية التي تسمى مرحلة الجليد ومرحلة ذوبان الجليد، وأن مرحلة ما بعد ذوبان الجليد بدأت تكوين المخلوقات الحية، وأن هذه بدأت من خلية أولية ابتدائية تطورت عبر ملايين السنين صارت هناك مرحلة الحشرات، ثم بعد مرحلة الحشرات انقرضت وجاء مرحلة الديناصورات، بعد مرحلة الديناصورات بدأ الخلق الآدمي من نوع تطور منها تلك الأنواع الكثيرة، فكانت هذه الأنواع تفنى ويبقى منها الأصلح والأقوى، وهكذا. في الحقيقة نحن يعني الآن لا نرى هذا النظام بهذه الكيفية. توجد اليوم كائنات بسيطة جدا ليست هي الأصلح، وتوجد كائنات قوية وكبيرة ومفكرة وهم الآدميين، والحيوانات أقل منهم والنباتات أقل منهم بهذا الهرم المشهور عند الناس. فالله تعالى صرح بأن هناك تدرج لحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، لكن اقتضت حكمته وإرادته أن يخلق زمن وسبب، لأن المخلوقين هكذا بينهم فرق وبين الخالق الذي لا يحده زمان ولا مكان، فخلق السماوات والأرض في 6 أيام، وهو قادر عننا بكن فيكون. لا شك يعني الذي القادر على أن يخلق هذا الكون بهذه الطريقة هو قادر أن